بزاف ديال لي ميساج جاوني باش نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش كنجيب السلعه من علي اكسبريس ومن بزاف ديال المواقع خارج المغرب وكندخلهم للمغرب وبلا ما نخلص حتى ريال في الديوانه. هادشي كامل واكثر غنبارطاجي معكم في هذا الفيديو هذا، لذلك فكننصحك ما تضيع حتى ثانيه من هذا الفيديو لانه مهم بزاف بالنسبه لك. خليكم معايا بعد الانترو ونبداو الفيديو ديالنا. باش نحطكم في الصوره، فراه قبل ما يتوضع هذا القانون ديال الديوانه الجديد فراه كانت الديوانه من قبل، ولكن كانت غير الناس اللي كيجيبوا السلعه باش يعاودوا يبيعوها. ولكن انا كمستهلك عجبني واحد المنتوج في واحد الموقع مثلا علي اكسبريس وبغيت نجيب داك المنتوج مثلا كاضاءه ولا مايكروفون ولا هذيك البوله الزرقاء اللي كتشوفوا شي على ديكوراسيون، فبزاف ديال الحوايج رخاص بزاف في موقع علي اكسبريس، يعني بواحد الثمن اللي ناقص واحد 100% تقريبا على هنايا، لان تما تلقى برودوي تقدر تلقى برودوي تما ب 50 درهم تلقاه هنا ب 600 700 درهم. وهذا الشيء كامل كتعرفوه نتوما وكما غنبارطاجي معكم في هذا الفيديو. شريت واحد ديسك ديوغ اس اس دي 1000 جيجا 1 تيرا و ان في ام ام 2 1 تيرا، يلاه تقام عليا بهذيك 500 درهم، ولكن في الحقيقه الا بغيتي تشريه من داخل المغرب فراه غيتقام عليك باكثر من 1000 درهم. فمن هنا كتعرف بان هذه الحلقه تستحق المشاهده، لانني غنوريك كيفاش تجيب باقل ثمن. وكيف قلت لكم الاصدقاء، فالقانون ديال الديوانه كان منطبق على المنتجات الغاليه، يعني الا شي منتوج فايت 1200 درهم فكتخلص عليه واحد القدر ديال الديوانه. حتى لهنا امور واضحه، يعني الا كنت تجيب شي حاجه غاليه تخلص عليها، لكن قل من 1200 درهم ماشي مشكل، تجيب شي بياسه ب 100 درهم ب 300 درهم ب 500 درهم ب 700 درهم ماشي مشكل. ومع حكومه عزيز اخنوش طابق هذا القانون، المصلحه اللي كيخدمها ما عرفناهاش شنو هي، ولكن اللي عرفناه هو فيه واحد الظلم كبير بالنسبه للناس بحالي والناس بحالكم اللي كيتقداو غير شي حويجات ماشي تجار. ومن بعد دوا معايا بزاف ديال الناس على الانستغرام وقالوا لي باللي حنا مزوجين وعندنا عائلات والناس معيشه راسها من هذا المشروع اللي غنقول لك دابا. كانوا كيجيبوا سلعه من علي اكسبريس، كيدير ادريس ديالو ادريس ديال صحابو وداك الشيء، وكيجيب دي برودوي بزاف كل يومين ولا 3 ايام كيكوموندي واحد البروداكت ولا جوج ديال البرودوي باش كيقلب فيهم البيع. وفين كيبيع هادشي؟ كيبيعهم غير في ماركت بليس ديال الفيسبوك، ولا كيصايب واحد الصفحه ديالو في فيسبوك وكيبدا يطلق الاشهارات وكيدير الاعلانات وكيبدا يبيع. وباش نحطكم في الصوره، راه عائلات ماشي غير واحد معيش عائله فقط بهذا الخدامي، وبزاف ديال الناس اللي تواصلوا معايا. فاش كتجي ودير لهم هذا القانون ديال الا دخلتي اي حاجه تخلص عليها فانت كتحرم بزاف ديال الناس من الرزق ديالهم. وكيف ما كتعرفوا فالمغرب فيه واحد النسبه ديال البطاله اللي كبيره، كتزيد تسدد البيبان هادو على الشعب، فراه مشكل كبير بالنسبه للشباب بالنسبه للناس اللي عايشين داخل المغرب. واذا مشينا في هذا الاحتمال ديال بغيتوا تطبقوا الديوانه على جميع المنتجات اي منتج، فعلى الاقل يكون داك الشيء منطقي ويكون مثلا واحد نسبه مئويه على كل، مثلا تجيب 50 درهم تخلص عليها 5 درهم، تجيب 100 درهم تخلص عليها 10 درهم. لكن لا، كنلقاو واحد الفوضويه. فقبل ما نعرف الطريقه اللي غنبارطاجي معكم في هذا الفيديو كنت كنجيب عادي بحالكم وكنخلص الديوانه، فراه شي منتجات جبتهم ب 30 درهم خلصت عليهم 100 درهم. واش هادشي منطقي؟ كثر وجبت عاوتاني واحد المنتوج اخر 100 درهم خلصت عليه 250 درهم. واش هادشي منطقي الخوت؟ يعني كيبان لك واحد العشوائيه بحاله. الهدف ديالهم هو ما نبقاوش نشريو من على برا. فمن هذا المنبر كنطلبوا من الجهات المختصه تشوف من شان هذا البلان هذا ويقادوا واحد القانون منظم متول باش الناس تكون على راحتها وكل شيء يستافد. الا بغات دير الديوانه ديرها، ولكن يكون داك الشيء بنسبه مئويه. يعني انا باغي نشري هذه نعرف شحال نخلص عليها، دابا كتشري شي حاجه ما كتعرفش شحال كتخلص عليها. هادشي كامل الخوت كان مجرد توضيح باش نحطكم في الصوره. ودابا غندوزو للمسقي اللي هو الطريقه كيفاش تجيب لا ديوانه لا جوج. فكل ما عليك هو تتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. غندوزو للبيسي وغنكملوا الشرح ديالنا. تبع معايا هادشي اللي غندير غدير اي حاجه قلتها لك غنخليها لك في صندوق الوصف. فهاد الفيديو غيقدم لك واحد الافاده كبيره، ففضلا وليس امرا لايك الفيديو وما تنساش دير معاك ابوني الا كنتي مازال ما مابونيش على قناه مرتقي لايف، وخلي كومونتير كيف ما كان. في الفيديو الجاي تقدر تكون معنا من 3 الفائزين اللي كنختارهم من التعاليق. فخلي شحال ما قدرتي ديال التعاليق ونبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. مرحبا بكم مجددا الخوت، ودزنا دابا للبيسي باش غنكملوا الشرح ديالنا ديال هذا اليوم. المهم ما تنساوش تضربوا الله في قناه مرتقي لايف وتخليو شي ابوني معكم باش نوصلوا ل 100,000 اخو اخت ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وترجعوا تفرجوا فيديوهات شروحات الربح من الانترنت، بزاف ديال الحوايج مفيده غتفيدك في الحياه العمليه ديالك. فغنمشيو ديريكتومون نمشيو للبريف. غنمشي نوريكم الطريقه الخوت. طريقه ديسك ديور، هذا هو البروفيل اللي شريت به. اوكي، بعد ما كندخل الموقع علي اكسبريس مثلا غنجيو باش نفهمكم داكشي بتفاصيل. يعني غنجيو لعلي اكسبريس وغنبداو من الاول. غندخلوا للموقع. ها انتم الخوت، احنا دابا في موقع علي اكسبريس على سبيل المثال، وغنوريكم الطريقه اللي كندير باش كنجيب داكشي بلا ديوانه. مثلا دخلتي لعلي اكسبريس، نقلبوا حنا كاع في السيرش، ها هي البلاصه ديال البحث. غنقلبوا مثلا على الرام
بغينا مثلا نشريو لي رام ديال البيسي. اوكي مثلا بغينا نشريو الرام DDR4 3200 هرتز. اوكي غنديرو روشيرش بحال هكا. المهم كيطلع لنا بزاف ديال المنتوجات اللي روشيرشينا عليهم. حنا درنا قلبنا على الرام، طلعوا لنا بزاف ديال لي رام. اوكي بزاف ديال السطورات اللي حاطين هادشي. هاد لي سطور هادو كاملين كل واحد شنو سميتو، هذا سميتو شوب 23، هذا سميتو كورسير، هذا كل واحد شنو سميتو، هذا سميتو كمبيوتر كينغستون. غندخلوا مثلا عند هذا. اوكي كتدخل وكتشوف الرام اللي بغيتي، كتختار شحال بغيتي 8 جيجا 16 جيجا مثلا 16 جيجا DDR4. اوكي 2000 ميلي هرتز. اوكي غنشوفوا مثلا هذه 16 جيجا DDR4. اوكي نشوفوا هاد 2133. كتجي باش كدير الشراء ديالها، ولكن حنا ما غنمشيوش نشريوها نيشان، غنمشيو غنهضروا مع السيلر يعني البائع ديال هاد المنتوج. لذلك خاصنا ضروري نهبطوا هنايا ونجيو هنايا الكونتاكت. شوفوا معايا هنايا كونتاكت، غتكليكي عليها. بعد ما كتكليكي عليها عزيزي المشاهد، اوكي دابا انا ديجا دويت. اوكي هذا كمبيوتر كينغستون. اوكي كتجي هنا وكتكتب ليهم هذا الميساج اللي كيخليك تجيب داكشي بلا ديوانه بناء على الجواب ديالهم. اوكي الميساج راه غنخلي لكم الخوت في صندوق الوصف، والناس اللي بغاو ينقلوه صافي راه غتنقلوا دابا. المهم كتكتب ليهم، نديروا واحد الميساج بالانجليزيه يكون محترم. بالنسبه للميساج اللي غنصيفطوه للخوت فراه يمكن لك تصيفط اي ميساج بالانجليزيه. المهم هي الفكره توصل. شنو هي الفكره الخوت؟ هي ان نشوفوا ستور واش كيدعم خاصيه DDP. هي انه صاحب ستور هو اللي كيتكلف بالديوانه، ما تخلص انت لا ديوانه لا والو. اوكي المهم غنجيو غنكتبوا ليه هاي، وغنديروا هاد اللعيبه هادي تويشيه فين هي هادي، وغنكتبوا ليه بليز. اوكي بليز do you اوكي accept، ونكتبوا نديروا ماجيسكيل ونكتبوا DDP. اوكي DDP خاصيه DDP. do you accept DDP in Morocco. اوكي وكدير علامه استفهام بحال هكا، كتقول واش كتاكسبتي DDP في المغرب ولا لا. do you accept DDP in Morocco، كدير علامه استفهام وكتصيفطها ليه بحال هكا. اوكي وكتسناه يقدر يجاوبك في البلاصه الا كان داخل، يقدر يجاوبك بعد 24 ساعه. المهم غيجاوبك، غتلقى الجواب ديالو هنايا في الميساج سنتر في مركز الرسائل. اوكي وبعد ما غدير، بعد ما الا قال لك ياس ولا قال لك نو. لا قال لك ياس يعني راه هنيئا لك، راه كيقبل DDP، راه يمكن لك تشري من عنده داك الرام اللي بغيتي. مثلا على سبيل المثال حنا اختارينا الرام، يمكن لك تشريها وغتجيك حتى للدار مع سبيد اوف ولا مع البوسطه، وما غتخلص حتى ريال. يعني هذاك الثمن اللي غتخلص في علي اكسبريس مثلا هنا بشحال دايره. اوكي هنا شحال دايره مثلا هنا دايره 537 درهم. صافي راه غتجيب هاد 16 في الرام ب 537 درهم. هادشي اللي كاين، ما غتخلص حتى شي حاجه اخرى. اوكي بعد ما غيجاوبك، لا قال لك ياس راه غتقضي الغرض وتشري، قال لك نو غترجع هنايا في كنا وغتمشي للستور. مشينا الاول هاد الستور، من بعد غتمشي لهاد الستور دوي معاه حتى هو، من بعد غتمشي لهاد الستور دوي معاه. انت شنو غدير؟ استراتيجيه باش خدام انايا. كتكوبي الميساج اللي قلت لكم هذا، راه نخلي لكم في دو يو اكسبت DDP ان موروكو. صافي جوج كلمات بلا ما تطول الهضره. غتشد هذا وشنو غدير؟ الاستراتيجيه اللي خدام بها انا، كنجي دابا داير الرام اللي بغيت، كندير هذا اوبن لينك ان نيو تاب. اوكي كيفتحوا هذه، كنفتح هذه ونفتح هذه ونفتح هذه، كنفتح شي 8 ولا 10 ديال لي ستور، وكندخل كاملين كنمشي عند هذيك كونتاكت ها هي، وكنصيفط ليه نفس الميساج كنصيفطوا لهم كاملين. اللي جاوبني فيهم قال لي ياس، ضروري غيكون شي واحد، لا صيفطتي لشي 10 الناس ضروري على الاقل غيجاوبك شي واحد ولا جوج غيقولوا لك ياس وي اكسبت DDP ان موروكو. كتصيفط ليه داك الميساج وكدير ليه طن، وكتمشي عند الاخر ونفس العمليه كتعاودها معاهم كاملين. كدير كونتاكت وكتصيفط لهم دو يو اكسبت DDP ان موروكو. اللي قال لك ياس شري من عنده راه 100% غتجيك حتى للدار. هاد خونا ديجا انا خديت من عنده وعارفو تيقبل DDP. هاد كينغ سبيك عارفو ديجا تيقبل DDP وشريت من عنده. غير دابا بغيت نتاكد شنو درت، قلت ليه is your store accept DDP in Morocco please answer me. قال لي yes we can support DDP.
اوكي وي كان سيبورت دي دي بي. دونك باش يجي الميساج زوين من الاحسن انا نخلي لكم في صندوق الوصف ناضي، غتكتب ليه بحال هكا، غتكليكي هنايا غتكتب ليه هاي do you support، ما تقولش لي do you accept، غتقول لي do you support DDP in Morocco، وكدير علامه استفهام. هذه انا نخليكم في صندوق الوصف، هذه زوينه علاش؟ حيت هو هذا السيلر اصلا جاوبنا بها سيبورت ماشي اكسبت. غتقول لي هاي do you support DDP in Morocco صافي وغتصيفطها ليه. الا قال لك ياس بحال هذا صافي هنيئا لك. دابا انا هنيئا ليا، هذا قال لي ياس وي كان سيبورت، يعني نعم نقبل هذه الخاصيه ديال دي دي بي. يعني هذا الديسك دور هذا غيجيني بهذاك الثمن اللي خلصت فقط، يعني 1000 جيجا غتجيني ب 500 درهم. هذا الشيء اللي كاين. الا بغيتي تشريها من المغرب راه خصك واحد 1000 درهم ولا 1200 درهم، وما غتلقاش هاد لا مارك اللي باغي انا اللي هي واعره بزاف. اوكي دونك حتى هذا هو الشرح ديالنا اليوم، يعني شرح خفيف ظريف الخوت، والطريقه راه خدامه 100%. الرابط نخليكم في صندوق الوصف. ما تنساوش دوزوا اليوتيوب تخليو ابوني، ما تنساوش تخليو ابوني الخوت في اليوتيوب باش اي فيديو جديد بارطاجيتو يوصلكم. وكلمه شكر تكفي في التعاليق على هذه الطريقه اللي بارطاجت معكم. راه بزاف الناس عارفهم انا غيخدموا بها، الله يسهل عليهم ويترزقوا بها الله. وهذا الشيء هذا هو الهدف ديالنا، هو كل واحد يدبر على راسو، يعني لا لي الاحتكار. هذا هو العنوان ديال قناه مرتقي لايف، وكان معكم خوكم مصطفى على قناه مرتقي لايف. ما بقى لي انا نقول لكم دمتم سالمين.